السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض العاشوره. هنعمل العاشوره بتاعتنا النهارده بطريقه حلوه جدا. هنشوف ازاي نخلي العاشوره بتاعتنا كريميه بشويه تزيين بسيط. هننقل العاشوره من طعمها الاصلي لطعم تاني حلو جدا. طبعا كل المحلات دلوقتي بقت تعمل افكار جديده في العاشوره وفي الرز بلبن وفي كل الحلويات بقت تقدمها بشكل جديد. احنا النهارده نقدم العاشوره بتاعتنا بشكل جديد وهنعملها بطعم حلو جدا والطعم مميز، وهنشوف ازاي نخليها كريمية وطعمها حلو هيعجب الجميع. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معايا في المكونات نص كيلو قمح بليله. قمح البليله بيجي من عند العطار، انا بس غسلته كويس. ده كده شكل قمح البليله اللي احنا هنشتغل فيه. هنبدأ ننقع قمح البليلة. لو انت مستعجلة عليه ممكن تنقعيه في مية مغلية، يبقى هيتنقع لمدة ساعتين او 3 لو بتنقعيه في مية مغلية. لو بتنقعيه في مية فترة هيبقى من بالليل للصبح او على الاقل 6 ساعات. خلاص انا كده نقعته بصراحة من بالليل للصبح. هاخده بقى اغسله كويس واصفي المية منه اللي انا كنت نقعاه فيها. شايفة شكل الحباية بتاعت القمح البليلة بعد النقع لما تيجي تمسكيها كده تلاقيها طريت معاكي. لما تطرى معانا بالشكل دون تستوي معانا بسرعة. هبدأ بقى اضيف عليه مية مغلية. طبعا انا كده ضفته في الحلة اللي انا هسويه فيها. هحط عليه معلقتين من الرز. اضافة الرز هنا يا جماعة بتخلي لي طعم العاشورة بتاعتنا او طعم البليلة لو بتسويها كبليلة بس بتخليه كريمي جدا، مع انهم معلقتين اتنين بس من الرز. طبعا انا غسلت الرز معلقتين الاتنين الرز دول وحطيتهم على البليله زي ما انت شايفه، وضفت عليها ميه مغليه عشان تسرع معايا عمليه التسويه. هي انا كده لسه بتبتدي في اول غليه. هنسيبها بقى تستوي وهنجهز بقى بقيه الاضافات اللي احنا هنعملها. معايا كوبايه من اللبن، حطيت عليها 4 معالق من الكريم شانتيه، وحطيت كمان 4 معالق من النشا. هاخد كل المكونات دي او الخليط ده هضربه في الخلاط. طب ليه هنضربه في الخلاط؟ عشان يبقى معايا كريمي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ويديني الفوم اللي معمول على الوش ده. لما اجي اضيفه على العاشوره بتاعتنا يخلي لي الطعم كريمي ويخليها لي تختم. لما تختم تديني الوش بتاع المحلات المكرمش، وهنشوفه مع بعض. هي خطوة بسيطة جدا وتكاية بسيطة جدا، لكن بتفرق معايا في القوام بتاع العاشورة. طب ممكن اقلبه بالمضرب، قلبيه بالمضرب مفيش مشكله، بالمضرب السلك او بالمعلقه مفيش مشكله، بس تضربيه في الخلاط افضل. زي ما انت شفتي كده معايا كنافه محمره. الكنافه دي كانت فايده من الجلاش اللي انا كنت عاملاه المره اللي فاتت. طبعا الكنافه دي عليها مكسرات وعليها سكر بودر وعليها سنه فانيليا. بصراحه حشوه حلوه جدا. دي حشوه الجلاش بتاع الفيديو اللي فات. معايا القبات دي بقى. القبات دي بتتباع في كل محلات مستلزمات الحلواني. هاخد شويه كده من الكنافه اللي معايا وهبتدي ان انا احطها في القبات بتاعتنا. انا بس بجهز التجهيزات بتاعتي عشان اول البليله لما تستوي وتبقى عاشوره نصبها على طول في القبات، لانها ما ينفعش ان انا اسيبها تبرد واجهز الحاجات دي. هتختم ومش هينفع ان انا اصبها بعد كده في القبات او ان انا اصبها في الكاسات بتاعتي. فعشان كده تلاقوني بحضر الحاجات دي قبل البليله ما تستوي او قبل العاشوره ما تستوي. زي ما انت شايفه كده انا مليت كل القبات بالكنافه وسويتها بالمعلقه. ده كده شكل البليله بعد ما استوت. انا بس بوريكي شكلها عامل ازاي. شايفه الحبات فتحت معايا بسرعه ازاي. ده شكل البليله بقى فيها شويه ميه كده صغيرين. انا باخد جزء منها هضربه في الخلاط. طبعا انا مش هضربه هنعمه، انا هضربه ضربه والتانيه لحد ما يبقى معايا قوامه متوسط. يعني انا بفرمه فرم متوسط مش فرم ناعم. ده كده بعد ضربها في الخلاط. شايفه ادتني ايه؟ ادتني هنا شكل كريمي كده، يعني تحس ان هي ادتني شكل كريمي كده وتقيل. ده بيساعدني ان قوام العاشوره بتاعنا يكون متماسك وكريمي بدون اي اضافات قشطه. حطيت كوبايه من جوز الهند وكوبايه كمان من السكر، والسكر هنا على حسب الرغبه. يبقى الحركه اللي انا بعملها اللي انا بضرب الجزء كده من العاشوره في شفشق الخلاط ده بتساعدني ان قوام الكريمه يكون كريمي جدا معايا.
هضيف كمان هنا اضافه، هضيف هنا كيلو من اللبن. انا النص كيلو قمح بليله عليه كيلو من اللبن. حضرتك حابه تضيفي اكتر من كده مفيش مشكله. انا ضفت لبن من عند اللبان. اللبن اللي من عند اللبان في العاشوره بيكون افضل من اللبن المعلبات اللي هو جهينه والمراعي. تمام. انا هخلي العاشوره كده او البليله تغلي كده شويه مع السكر مع جوز الهند مع اللبن، وهبتدي اضيف بقى هنا الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو الكريم شانتيه، الكريم شانتيه والنشا واللبن. وهبدا اقلب. اول ما انزل بالكريم شانتيه والنشا لازم انا اقلب على طول ايدي في الخليط، يعني ايدي في الخليط تقلب على طول عشان ما يتكتلش معايا، عشان النشا ما يتكتلش. فانا اول ما نزلت الخليط ابتديت ان انا اقلب بسرعه، وطبعا انا شغاله هنا على نار متوسطه. هضيف بردك هنا معلقه من الكيس باكت من الفانيليا اللي هو 1 جرام. ممكن نضيف هنا بقى ميه زهر، وممكن نضيف سنه من القرفه لو انت بتحبي القرفه في العاشوره. زي ما انت شايفاها كده بقى القوام بتاعها كريمي وخلاص. انا هطفي عليه كده. شايفه القوام عامل ازاي؟ بجد بتتكلم عن نفسها، ما شاء الله تبارك الله، تحفه. طبعا هي مغذية جدا ومن الحاجات الحلوة جدا اللي ممكن نقدمها لولادنا، ولو عندك اطفال رضع او اطفال صغيرة بتديهم قيمة غذائية حلوة جدا. مش شرط ان احنا نعمل العاشورة يوم عاشورة بس، لا احنا ممكن نعملها على مدار السنة كلها، وخصوصا كمان لما يكون عندك اولاد صغيرة. شايفة قوامها كريمي جدا، يعني هي لسه ما بردتش وما شاء الله ابتدت تختم معايا. بقى الاطباق دي اطباق عادية بتدخل الفرن وبتستحمل درجة الحرارة. اي اطباق عندك صبي فيها العاشوره. انا حطيتها بس هنا في شفشق كده ليه حاجه ليها بوز علشان انا اقدر ان انا اصب العاشوره من غير ما بهدل الاطباق بتاعتي. وطبعا لو حروف الاطباق وانتي بتصبي كده جه عليها اي حاجه بسيطه نضفيها بسرعه بمنديل مطبخ قبل ما تنشف على الاطباق، عشان يبقى شكل الطبق بتاعنا حلو واحنا بنقدمه. هنبدا بقى نشوف الكاسات اللي احنا عملناها مع بعض. دي كده كاسات الكنافه. هبتدي ان انا اضيف عليها طبقه كده من العاشوره. بجد يا جماعة العاشورة بتاعتنا تحفة وكريمية جدا وطعمها كان حلو جدا. دي كده الطبقة التانية. انا حطيت هنا طبقة كنافة وحطيت كمان طبقة من العاشورة. طبعا الكنافة دي انا محمراها في الفرن. لو شفت حضرتك وصفة الجلاش هتشوفي الحشوة اللي انا كنت عاملاها للجلاش، هي دي هي الكنافة اللي معايا دي. طيب لو حضرتك مش عايزة تشوفي الفيديو مفيش مشكلة، حضرتك تقدري تاخدي الكنافة وتحطي عليها معلقتين من السمنة وتحطيها تحت الشواية تتحمر، او حضرتك ممكن تحمريها على عين البوتاجاز. انا بوريكي هنا الطبقات طبقة كنافة وطبقة عاشورة بجد تحفة. لسه هنكمل تزيينها. انا معايا هنا مربى حليب. طبعا هنا مربى حليب تقدري تضيفي لوتس، تقدري تضيفي اي جناش ابيض، جناش اسمر، يعني هنا التزيين بقى راجع لحضرتك. زي ما انت شايفه كده انا ببدا ان انا اضيف كده كميه من مربى الحليب وهسويها دلوقتي. هي بتتسوى معايا بكل سهوله. طبعا مربى الحليب يا جماعه بتتخفف بميه. انا خدت معلقتين كده من مربى الحليب وخففتها بميه. ما بضربهاش خالص بالمضرب، انا بقلبها بس بالمعلقه لحد ما تبقى معايا قوام كده ناعم متماسك زي ما انت شايفه. قوام ناعم زي ما انت شايفاه كده، ناعم وسائل في نفس الوقت. هبدأ بقى ان انا مجرد بس ما احرك كده القب بتتفرد معايا بسرعة. مربى الحليب بتتفرد معايا بسرعة. ودي الطبقة التالتة على القب بتاعنا. هنشتغل كمان برضو بالنوتيلا وهنشوف هنزين ازاي. بجد يا جماعة الموضوع سهل وبسيط، وشوية حاجات بسيطة كده تنقلك طعم الحاجة اللي انت بتعمليها لمكان تاني خالص. طبعا معظم المحلات دلوقتي بقت تعمل افتكاسات كتيرة، افكار كتيرة في الحلويات بتاعتها، سواء رز بلبن، سواء عاشورة، سواء جلاش. فان شاء الله برضك تبدعي وتطلعي شغل احلى من كده. معايا هنا بقى زي ما تقولي انا كنت عايزه اعمل تزيين معين لكن هو طلع بطريقه معينه مفيش مشكله. دي نوتيلا انا مسيحاها على حمام ماء ساخن لانها كانت متماسكه في الفريزر. النوتيلا يا جماعه لو عايزه تخففيها بتخففيها بزيت. انا بصراحه خففتها بسنه من الزيت وحطيتها على حمام ماء ساخن عشان تفك معايا كده لانها كانت مجمده في الفريزر. ببدا بقى ان انا اعمل ادخل كده ايه يعني باي خله عندك تدخلي كده النوتيلا مع مربى الحليب تديكي شكل. يعني انا كنت عايزه اعمل شكل بس مش هو ده اللي انا كنت عايزاه، بس ما فيش مشكله. هبدا بقى هنا انزل ببقيه
النوتيلا بتاعتي على القبات بالشكل ده. هفرد النوتيلا، بتتفرد بسهولة، مجرد ما احرك القب يمين وشمال بتبدأ تتفرد معايا. هعمل خطوط رايح وخطوط جاي، هاخد بس ايه الرسمة المعتادة اللي هي بتكون في المحلات على القبات بتاعتنا، على القبات عامة يعني. زي ما انت شايفة كده، ده كده شكل النوتيلا بتفرد معايا بسهولة. ودي شكل القب بتاعنا، طبقة من الكنافة، طبقة من العاشورة، طبقة من النوتيلا، وهكذا. هنبدأ بقى نزينها مع بعض. هنغير التزيين خالص بتاع القبات اللي عليها مربى الحليب، لان بصراحة التزيين اللي انا عملته بالنوتيلا على مربى الحليب ما عجبنيش. هبدأ هنا هنزل بشوية من الكنافة، دي شوية من الكنافة المحمرة اللي احنا شفناها مع بعض، وكمان هحط شوية من الفول السوداني. ومعايا هنا بقى زر ورد. ايه زر الورد ده؟ زر الورد ده حضرتك بيجي من عند العطار. ده كده شوية من الفول السوداني. انا بجيب كيس كبير جدا من عند العطار ب5 جنيه. هو عبارة عن ورد صغير كده بتزين، هو معمول للتوابل. ممكن لو انتي من عشاق القهوة وبتحبي تحوجي بن عندك في بيتك، هو بيتحط برضو على تحويجة البن وبتحط على التوابل. استخداماته كتيرة جدا. زر الورد ده انا جايبة كيس كبير جدا ب5 جنيه، يعني لو جبتي ب5 جنيه او ب3 جنيه من العطار هيفضل عندك فترة تزيني بيه اي حلويات عندك. انا ضفت كمان شوية من الفستق المجروش. هو ده زر الورد اللي انا بقولك عليه. زر الورد ده نقل القب لحتة تانية. يعني شايفة شكل القب عامل ازاي؟ بجد تحفة، وملوش ريحة ولا طعم. يعني هو مليش ريحة ولا طعم، بس هو بيديني شكل حلو على القب. شايفة الطبقات بتاعت القب بتاعنا عامل ازاي؟ بجد يعني محدش يصدق ان دي عاشورة. طعمها حلو جدا. وبصراحة مربة الحليب عليها مع الكنافة مع شوية المكسرات اللي حطيناها نقلتها في حتة تانية خالص. وطبعا احنا عملنا طبعا القبات المشكلة اللي هي بمربة الحليب، واللي هي بالنوتيلا، والقبات الكريمية السادة. يعني احنا ما حرمناش ولادنا النهاردة من حاجة. القب التاني زي ما انت شايفة برضو كده، شوية من الكنافة، شوية من الفول السوداني، شوية من زر الورد، شوية من المكسرات، شوية من الفستق. بقى شكل القب حلو جدا. لو حضرتك بتعملي مشاريع اونلاين تقدري تدخليه معاكي في المنيو بتاعك. بالنسبه بقى لقبات النوتيلا، انا ضفت بس عليها شويه كده من الفول السوداني. حضرتك تقدري تضيفي بقى بندق مجروش زي ما يعجبكش. ضفت كده على قبات النوتيلا زي ما انت شايفه شويه من الفول السوداني المجروش. شايفه شكل القب بيتكلم عن نفسه. بجد تحفه تحفه تحفه. يعني كل اللي اكل القب ده ما صدقش اصلا ان دي عاشوره الا بعد ما دقها. يعني عجبته جدا. شوفي انت بتاكلي الطبقه كده، قطعه كده من الكنافه على معلقه من العاشوره، على طعم النوتيلا، على طعم المكسرات. يعني بصراحة طعمها وهم ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كان طعمها حلو جدا. شايفة شكل القب ده عجبني جدا، وعجب كل اللي شافه وكل اللي اكل منه. يعني انت مش شرط تعمليه في العاشورة بس، تعملي العاشورة في يوم عاشورة بس، انت تعمليه في كل المناسبات عندك. ده كده شكل قبات النوتيلا زي ما انت شايفة. ولو ما عندكيش القبات الاكليريك دي تقدري تعمليها في اطباق زجاجية، بس لما تكون اطباق زجاجيه شفافه عشان الطبقات تبقى باينه ويبقى شكل الطبق بتاعك حلو او شكل التقديم حلو. دي القبات الكريميه الساده اللي احنا عملناها. نخلي التزيين فيها بسيط جدا. شويه صغيره جدا من الكنافه المحمره، عليهم شويه صغيره كده من الفول السوداني المجروش. ممكن تضيفي بقى بندق، ضيفي اي حاجه عندك انت حابه تزيني بيها. ولو عندك حته بسبوسه تقدري تحطيها، ولو عندك معلقه من القشطه تقدري تطعمي بيها القبات بتاعتك. شايفه شكل القب بجد تحفه. دي شكل الاطباق بتاعتنا. لو خدتي بالك ان الطبقه بقت مكرمشه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده طبق مقسم كان عندي، انا حطيت بردك كده زي ما انت شايفه. في الاطباق المقسمه دي حلوه، يعني تقدري تقسميه. ممكن تحطي في الجزء التاني ده كنافه، ممكن تحطي في الجزء الصغير ده مكسرات بس. تقدري تحطي في جنب عاشوره بقى، عاشوره مع الكنافه يعني، وهكذا. انا حطيت بصراحه هنا شويه من العاشوره في القب المقسم، وحطيت بقى شويه من الكنافه وزينتها بشويه من الفستق على شويه من الفول السوداني. انا هنا بس بوريكي شكل القب بتاعي عامل ازاي. بجد يا جماعه تحفه، كريميه جدا، وعملت وش، يعني عامله وش كده وختمه على الوش. يعني بصراحه لا، تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله تعملوه. اذا عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك.